السلام عليكم الخوت، يعني كلشي بخير. نتمنى يكون كلشي بخير. فلاشين ديالكم موهوب لايف، اول حلقه من سلسله علاش حنا. فاليوم ان شاء الله غادي نقولوا علاش حنا اللي كنطيحوا في الاكتئاب وشنو هما الاسباب وكيفاش نتخلصوا منه. فهادو هما الاسئله اللي غنطرحوهم في هذا الفيديو هذا، وان شاء الله غادي نحاول ندوي بالطريقه ديالي انا. وإلا درت شي غلط اخوتي فغتناقشوا معايا في الكومونتير ونهضروا. علاش ما نهضروش اخوتي؟ علاش لا؟ فاوكي، انا راه ما ملخص شي دفتر غادي نجي نعرضه عليكم، ولا غادي نقرا شي سكريبت ولا كاتب شي حاجه. فانا ما كاتب والو، غادي نهضر معكم بطريقه تلقائيه، ما غاديش نحاول نتصنع عليكم ولا غادي فهمتي عن التجربه. فاوكي، غادي ندوي على الاسباب ديال الاكتئاب. واول سبب اللي غنهضروا عليه هو الفراغ وكيفاش تخلص منه. فاذا كان عندك الفراغ في حياتك اخويا فاوتوماتيكيا غادي تطيح في الاكتئاب، وهادشي معروف. فديما خاصك تكون عندك هدف ويكون وقتك عامر. فاذا كنتي انت مثلا عندك الفراغ فتقدر تقلب على خدمه ولا لقيتها، فغتكون تخلصتي من الاكتئاب، حيت غادي تعمر وقتك، غادي تولي تنعس بكري وتفيق بكري باش تمشي تخدم، وعندك وقت عامر، يولوا عندك فلوس في جيبك تقدر تشري اي حاجه بغيتيها. فهنايا تقدر تخلص من الاكتئاب، وهذه هو السبب الاول. وتقدر تخلص من الاكتئاب بطريقه واحده اخرى. الا ما لقيتيش الخدمه فتقدر دير السبور، فالا ترينيتي حتى هو لونطريمون كتخليك تبعد عن الاكتئاب وتبعد على بزاف ديال البلانات. فالا ما لقيتش، ما كنتيش عندك الكانه باش تريني وما باغيش تريني انت وما على بالكش بلونطريمون كاع، فتقدر تعلم حوايج جداد في حياتك. تقدر دير سونطر او تعلم شي مهنه، تقدر تمشي عند شي واحد مثلا كيدير شي مهنه اللي كتعجبك انت، تمشي تعلم منها. فانت كتعلم منها وانت معمر الوقت ديالك، غادي تخلص عاوتاني من الاكتئاب. فهذا هو الفراغ، فهذا خاصك تخلص منه. الا ما تخلصيش من الفراغ الاكتئاب ما غيبعدش منك. فهمني يا صاحبي. فغندوي على السبب الثاني اخويا، هو الوسط ديالك والناس اللي كتعمر معاهم. اذا كنتي كتعمر مع ناس سلبيين وما ما كيعرفوش كيفاش يهضروا، او بدون اهداف، ما عندكش اهداف في الحياه ديالهم، فانت غادي تحاول بلا ما تشعر غادي تلقى راسك بلي غادي معاهم في وادهم. وإلا لقيتي راسك غادي معاهم في وادهم، بحال دابا كتوقف مع شي بشر كيبقى هضر معاك غير في الخاويات: انا ضربت هذا، انا قبيح، انا واعر، انا يكميد 3 الجوانات، الاخر ضرب 15 طريفه. فهمتيني؟ فهاد الهضره هذه كامله غادي تنتج على الاكتئاب، لانك غادي تولي كتعمر مع ناس بدون اهداف في حياتهم. اذا بدل الوسط ديالك وعمر مع ناس اللي احسن منك. فهذا هو السبب الثاني. السبب الثالث هو اللي كيكون عائلي، او دسي في واحد الظروف اللي في الصغر ديالك اللي خايبين بزاف، اللي كيخلوك ملي تكبر كطيح في الاكتئاب، ما كتبقاش باغي تعمر مع بنادم، كيولي عندك مثل التوحد. فانا كندوي بزاف اخوتي فسمحوا لي. فكيكون عندك توحد، ما كيبقاش عندك مع بنادم، ما كتبغيش توقف مع بنادم بزاف. ملي كتوقف مع بنادم كتحس بمنافق كذاب، ما عندكش معاه، كتولي تشم بنادم اللي خايب. فهاد الشيء هذا هو زوين، ولكن في نفس الوقت غادي يقدر يضربك من هنا لقدام، حيت ضروري تعيش مع بنادم، فضروري تكون مع مجتمع. لان الا بقيتي بوحدك فهادشي راه يخليك تنفجر في واحد النار اللي غتفرقع، ما تبقى باغي والو بنات الحياه هذه. ف اوكي، فهادو هما الاسباب ديالنا اخوتي. فغنبداو الوسط ديالنا، نتخلصوا من الفراغ ونتعلموا حوايج جداد في حياتنا. اوكي، هاد 3 الحوايج اللي درناهم وبقينا في الاكتئاب. هنا فين غندوزو الحلول اللي كيبان لي انا هو الحل الوحيد. فهو غتقرب من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقك، هو اللي عارف ما في الداخل ديالك، كيفاش انت القلب ديالك داير وكيفاش التفكير ديالك داير. اذا انت غتتجه ليه. هذا هو السبب اللي غيخليك تخلص من الاكتئاب، هو التقرب من الله، هو التكلم معه في السجود. لان الا تكلمتي مع اللي خلقك فهو فاهمك وفهمتيني، هو اللي خلقك وعارف شنو هو من داخل ديالك. اذا لا هضرتي معاه فهو اللي غيفهمك، ما كاينش شي واحد اللي غيفهمك من غير الله سبحانه وتعالى. فاذا هنايا خاصك تقرب من الله سبحانه وتعالى بالصلاه، تصلي الفجر، دير بزاف ديال الحوايج زوينين، تعاون مع الناس. فهنا كتنتج واحد الهرمون ديال السعاده بلا ما تشعر،
لان اخوتي خاصكم تعرفوا شنو هو الاكتئاب. الاكتئاب هو بانك كتفقد الحلاوه في الحياه، ما كيبقى عندك حتى شي حاجه كتفرحك. داكشي علاش اخوتي فكاين واحد السبب واحد اخر خاصكم ديروه، هو بانكم تكونوا كتلبسوا مزيان. الا دوينا على الطهاره فانت انا قلت لك صلي، الا صليتي فانت غتكون على طهاره وغادي تكون نقي. ولا كنتي نقي انت ومهتم براسك ولابس حوايج نقيين، ماشي ضروري انا قلت لك شري حوايج، ما حتى ما كانش عندك فلوس مثلا باش تشري حوايج فتقدر تلبس غير حوايج عندك نقيين ومهتم براسك ومدوش فهمتيني، محسن شعرك بخير، فهمتي، كتحس براسك فرحان لانك كتهتم براسك. وهذا سبب. فانتم اخوتي فحاولوا بانكم تلبسوا مزيان، تهلاو في راسكم. فاذا تهليتي في راسك وتهليتي في الناس اللي كتبغيهم فهذا الشيء غيفرحك، وإلا غتبدا ترجع ديك الحلاوه اللي فقدتيها فغتبدا ترجعها في الحياه. لانك انا كنقول لك اخويا فانا غنبدا واحد السلسله ان شاء الله باذن الله. هاد السلسله هذه غنبداو بها ديال كيفاش تنظم الوقت ديالك، حيت الوقت ديالك الا ما كانش منظم وجاني راه غتكون مكفس على راسك. فهداك الشيء ان شاء الله السلسله الجايه غادي نهضروا على كيفاش تنظم الوقت ديالك، حيت الوقت خاصك ضروري تنظمه اخويا. طاحت الكاميرا اخوتي، ماشي فين خلينا بانك ماشي ضروري تكون لاباس عليك وعندك فلوس باش تعاون مع ناس. فتقدر تعاون مع ناس مثلا كما قلت لك في غير يبان لك غير واحد مثلا ما كيشوف الشارع تعاون وتقطع به الشارع، تكون ايجابي، تعاون الناس بزاف ديال الامور، ماشي ضروري تكون ماديا. فانت تعاون مع مثلا غير مره بانت لك في الشارع هازه قفه وتقيله عليها، فانت تقدر تهزم هذيك القفه توصلها للدار فانت غادي تكون راضي على راسك. الا تعاملتي مع بنادم زوين فاوتوماتيكيا كترضى براسك انت وكتكون قانوع بداك الشيء اللي عندك. ف نوصلوا للنقطه اللي كنا باغي نوصلوا لها، هي هاد اللعيبه اللي قلتها دابا، هي بان القناعه. الا ما كانتش عندك القناعه فانت غادي تطيح في الاكتئاب. فهذا سبب ديال الاكتئاب. الانسان ما كيكونش قانع بداك الشيء اللي عنده حتى كيمشي عليه، وهذه هي الطبيعه ديال الانسان. داكشي علاش اخوتي فكنقول لكم كونوا قانوعين بداك الشيء اللي عندكم، تكون عندكم القناعه. علاش انا قلت لك صلي، علاش قلت لك تقرب من الله سبحانه وتعالى؟ لانه عاطيك واحد النعم انت اللي ما عارفهمش. الا كنتي انت غير كتشوف بعينيك فواحد في الشارع ما كيشوف، الا كنتي انت كتمشي على رجلك وكتجري وكدير بزاف ديال الحوايج فانت كتستغلهم في حوايج خايبين، فالناس باغينهم غير يخدموا بهم ولا يديروا بهم حوايج زوينين في حياتهم. داكشي علاش اخوتي فحاول بانك تشكر الله سبحانه وتعالى على النعمه اللي عطاك وتكون قانوع بداكشي اللي عندك، سواء عطاك الله ولا ما عطاكش فانت غادي تحمد الله وتشكره. حتى دابا مثلا كاينين بعض الناس كيكونوا خدامين واحد الفتره وملي كيجلسوا من الخدمه كيقول طفو علاش هادي، علاش ما كشي، فهمتي بزاف ديال الامور كيبدا يفكر فيهم. ولكن الله كيقول لك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبون شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. لان الا انت قنعتي بداك الشيء اللي عندك سواء خدمتي ولا ما خدمتيش فانت خاصك ترضى بداك الشيء اللي عندك. حد الدنيا اصلا ما دايماش، فهمتي، غيجي واحد الوقت وغتفنى، كل ما عليها فاني. فاذا انت غادي تموت غتموت، انت ميت. فداك الشيء علاش كون قانع بداك الشيء اللي عندك وحاول تفكر بطريقه ايجابيه. كان هذا هو الفيديو ديالنا اخوتي، ما بغيتش نطول عليكم بزاف، عارف راسي كندوي بزربه، ولكن ان شاء الله نلوح لكم هذا الفيديو اليوم. وبالنسبه للناس اللي كملوا الفيديو حتى الاخر في الفيديو اللي قبل فبان لي واحد الدري وقال هو اللي غيفوز معنا بهذيك 1000 فولور. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي الا ما تزاد شي واحد على داك الدري فما تزادش يدير كومونتير حتى هو باش يفوز بديك 1000 فولور فغنعطيها لذاك الدري اللي هو بوحدو اللي يكمل الفيديو حتى الاخر. وديما كملوا الفيديو حتى الاخر. فاليوم ثاني اخوتي فكاينه مسابقه على 1000 فولور في الانستغرام ديالك اخويا، فغنصيفطها لك. الا درتي لي يوزر نيم الخاص بك او السميه ديالك الخاصه بك ديال انستغرام ديرها لي في كومونتير، فالا درتيها فغادي نعلن على الفائز في الفيديو الجاي ثاني ب 1000 فولور. وكان معكم موهوب لايف او عبد العالي من قناه موهوب لايف، والى اللقاء. ولا تنسوا الاشتراك في القناه ثم تفعيل زر الجرس والضغط زر الاعجاب على هذا الفيديو وعمل تعليق باسم انستغرام الخاص بك لان يمكن لك تفوز 1000 فولور. والى اللقاء.